السلام عليكم اخواتي، كي دايرين بخير اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم لا بات فيوتي او العجين المورق بطريقه جد سهله، ما تحتاجي لا تورقي لا تدلكي لا تعذبي نهائيا، غتولي هي المعتمده عندك في هذا رمضان وفي هاد العواشر. لان سهله بزاف البنات، وكتجي مورقه بواحد الطريقه اللي خطيره، وكتجي مقرمشه وهشيشه. المهم كتجي رائعه البنات، جربوها وغادي تعجبكم وغتنال الاعجاب ديالكم وما غاديش تبقاو تستغناو عندها عليها. عفوا، غتولي هي المعتمده عندكم. الطريقه راه جد سهله بزاف البنات، سهلتها عليكم، فقط كتحتاجي فيها الهاشوار. شوفوا تبارك الله شحال كتجي مورقه، وكتجي ورقه على ورقه بدون توريق بدون عذاب، بدون تماره، ما تحتاجيش تهزي نهائيا المدلك في يدك. تبعي معايا هاد الطريقه، ما غدلكي ما غتعذبي، فقط غادي تعجنيها في الهاشوار وغادي تهناي. غتولي ديريها بكميه اللي هي وفيره وديريها في الفريكو، وتقدري تخدمي بها وتبيعيها، يعني مشروع من البيت بطريقه اللي جد سهله. وكتوجد لك في ساعه، ما كتعطلش في ساعه كتعجنيها، في ساعه كتخدميها. سهله البنات بزاف، تبعوا معايا الطريقه والمقادير وكيفاش كنخدمها، راه غادي تجيكم سهله وغادي تولي هي المعتمده عندكم. هنا راني درت نصف حلو نصف مالح، ودرت منها لي كاش، ودرت منها لي فولوفون، درت منها بزاف ديال الشكيلات البنات، برعت بها وليداتي في هذا رمضان. صراحه البنات كتجي رائعه لا مذاقا ولا شكلا، لا حلوه ولا المالحه، كتجي رائعه. هنا درت بزاف ديال الحشوات اللي هما مختلفين، درت لادان، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الكفته. كيف هنا راه دايره الكفته. شوفوا تبارك الله شحال كتجي مورقه، راه ما كتعذبوش نهائيا البنات. فقط غادي نعطيكم الاسرار ديال الطهي ديالها باش كتجيكم هكا مورقه، نعطيكم الاسرار ديالها باش تخدموها بطريقه اللي جد سهله البنات. شوفوا هنايا تبارك الله هاد لي فولوفو درتهم صغار وكبار، كيجيو بنانين، ما تقنعوش منهم. درتهم بالحشوه ديال البيتزا، درت فيهم فقط شحرت بصيله وضفت عليها الطون، وزدت عليها الفرماج الاحمر والفرماج موتزاريلا وزيتونه، كيجي واحد المذاق خيالي رائع. بالنسبه للفرماج هنا كيف ما كتشوفوا تبارك الله رائع. هنا انا البنات كندير واحد الطريقه، الفرماج اللي كيبقى ليا مده طويله في الفريغو وما كيخسرش نهائيا، وكيجيكم هكا معلك وبنين، اللي ذاقوا عندكم كيحماق عليه. هنا درت جوج ديال الحشوات، وحده بالطون وحده بالكفته بالفيرميسيل، يعني الشعريه الصينيه. المهم البنات انا راه كنزرب باش ما نطولش عليكم لا فيديو. كيف ما كتشوفوا هنايا، بغيتوا الطريقه ديال الفرماج راه نفتيها عليكم. الفرماج باش كيبقى لكم مده طويله وما كيخسرش وما كيصوفش، وكيبقى المذاق ديالو الرائع، وكيجيكم هكا معلك. كناخذ نص كيلو ديال الموتزاريلا اللي هي 30 درهم، وكناخذ 20 درهم ديال الفرماج الاحمر عفوا المزيان ديال التاج، وكنشدهم كنديرهم في الهاشوار بحال هكا، وكندير عليهم معلقه ديال النشا، وكنطحنهم مزيان بحال كيجيو بحال محكوك، وكديروه في الفريكو كتبقاو تستعملوه. الصراحه البنات راه كيجي رائع في اي حشوه درتوها. هنا الطريقه ديال العجين المورق، هنا خديت الزبده اللذة هي اللي كانت متوفره عندي، ما لقيتش الزبده ديال التوريق، من الاحسن خذوا الزبده ديال التوريق، لان هذه الزبده العاديه كيكون فيها النسبه ديال الماء كثيره. خديت هنايا درت نصف معلقه ديال الملحه. هنا بهذا الكاس اللي كيعطينا 100 غرام غادي ندير، درت جوج ديال الكيسان اللي هما الاولين، كيف ما شفتوا جوج كيسان ديال الدقيق. هنا في المجموع خاصكم ديروا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، اولا نص كيلو ديال الدقيق ديال الفورص، وكطحنوه مزيان مع ديك المليحه، وكتطحنوه مزيان هكا حتى كيترمل. كتضيفوا عليه بيضه بحراره ديال المطبخ، وكتضيفوا عليه نصف كاس ديال الماء بارد من الثلاجه، وكتبقاو تجمعوا فقط بالاصابع ديالكم، باطراف ديال الاصابع ديالكم، وكتجمعوا بديك جغيمه ديال الماء هكا. ما كتدلكوا ما كتعذبوا نهائيا، في ساعه كتوجد لكم العجين. الطريقه ديال الهاشوار كترمل لكم العجينه باش كتجيكم العجينه مورقه، ما كتحتاجيش تخدميها نهائيا بيدك، كترمليها بالهاشوار. كيف ما كتشوفوا راه كيبقاو فيها حبيبات، كيترمل الدقيق كامل. غير كتجمعوها البنات بحال هكا الدقيق، ما خاصهاش تبقى تلصق، غير كتجمعوها ما كتدلكوهاش صافي، وكتدخلوها للفريغو على الاقل ساعه او ساعتين. قد ما بردات البنات في الفريغو مزيان قد ما كتجيكم مورقه. هنا خديتها ساعتين في الفريكو، جبتها البنات، وانا دابا غادي نخدمها معكم، غادي نطلقها ما بين بلاستيكات بحال غادي ديري الصابلي. بهذه الطريقه نتوما كتشوفوا معايا ما كنورق ما حتى شي حاجه،
كنسرح العجينه وكنخدمها ديريكت البنات. الفران خاصو يكون سخون لاعلى درجه، بحال غادي طيبي فيه الخبز، سواء الفران ديال الغاز او الفران ديال الضوء. الفران ديال الضوء كتشعليه الفوق لتحت وكديريه 200 درجه، يعني اعلى درجه عندك، وكتدخليهم الفران ديال الضوء او الفران ديال الغاز كتشعلي عليه اعلى درجه حتى كيسخن مزيان وكتدخليهم. المهم انا نقطع وغنوريكم الطريقه ديال الطبخ ديال الطهي ديالهم باش كيجيوكم مورقين البنات ومقرمشين. هاد العجين المورق اللي شاركت معكم بدون اختمار، العجين المورق اللي كيختمر هذاك مقاديره بوحديته، هذا بدون اختمار البنات، كيجي مورق وكتجي ورقه على ورقه. كناخذ القطاعه، اي قطاعه كانت عندكم سواء كبيره سواء صغيره، كتقطعوا بها على هذا الشكل وكتخليوها شويه غليظه باش كتورق لكم يتضاعف الحجم ديالها. كما شفتوا معايا العجين راني ما ورقته، ما تعذبت عليه، ما حتى شي حاجه، وراه كيجي مورق فقط. الطريقه ديال الطبخ باش كيجيكم التوريق باين هي فاش بقات، خاصكم تعرفوا كيفاش تطبخوا هاد العجين المورق باش كيجيكم مورق. صافي كنبقى نقطعهم هكا كاملين، ومن بعد ملي كنسالي تقطع كنجمعهم البنات على بعضياتهم، ما كندلكها ما والو، كنعاود نجمعها على بعضياتها وكنديرها في بلاصتها وكنعاود نرجعها الفريغو كترتاح شويه، وكنعاود ثاني كنخدمها حتى كنكمل العجين كامل البنات. ما خاصوش يشيط ليا، ما كيشيطش منه نهائيا. انا قطعتهم كاملين هكا دوائر كبار. وغادي نعاود نشد هاد القطاعه الصغيره وغادي نقطع بها الوسط ديال العجين. شفتوا معايا العجين كيفاش كنجمعها بهذه الطريقه، ما كندلكها البنات ما حتى شي حاجه باش كيجيني فيها التوراق. صافي كنجمعها هكا وكنخليها ترتاح بينما نكمل الشكيلات ديال لي فولوفو اللي قاديت، لان مازال خاصني نقطعهم من الوسط. هانتوما كما كتشوفوا غادي نقاد التقطيعه وغنقطعهم هكاك. هنا هاد لي فولوفو جاوني شويه عراضين بزاف، هذوك الفوقانيين، لهذا اضطريت انني ناخذ كاس يكون الحجم ديالو عريض باش غادي ندير القطيعه الوسطانيه تجيني شويه كبر من هذا القياس. وهذوك لي فولوفو انا عفوا هذوك الدوائر الصغيورين اللي بقاو راني جمعتهم هنا، ولكن من بعد غادي نبدا نخليهم غندير بهم دوك لي فولوفو صغيورين، لان الصراحه هذوك كيجيو زويونين. واللي عنده الدراري الصغار هذوك حسن، يعني صغيورين تعطيه وحيده وحيده حسن من وحدين كبار. وكتخرجي منهم جوج ديال الشكيلات، يعني بلا ما تبقاي تعاودي ترجعيهم العجينه كيقصاح، وهذا من الاحسن حتى هما يطيبوا حتى حاجه ما كطيح، وكتعمريهم من بعد. صافي كما شفتوا هنايا انا كنطلقها على القياس اللي بغيت، يعني ما كتجيش رقيقه بزاف وما كتجيش غليظه، يعني القياس اللي غادي تضاعف ليكم. صافي كنديروا لها كنسرحها هكا بالمدلك وكنبدا ثاني عاود نرشم بهذه الطريقه. عفوا. صافي كنعاود نرشم باش كنكمل الدوائر اللي عندي، لان خاص يجيو جوج طبقات وحده فوق وحده بحال الشكل ديال الصابلي البنات. صافي هنا عاوتاني غنجمع العجين وغادي نكمل. هنا خديت الكاس اللي قلت لكم راه كبر من هذيك الدائره باش كيجوني شويه رقاق ديك الدوره الفوقانيه. شفتوا هذيك جاتني انا احسن من الاخرى وما كتجيش العجين كثيره. صافي هكا باش كتجي تلقاي فين كتعمري من الوسط، لان الاخرى صغيره ما كتلقيش فين تعمري. صافي شديتها عاوتاني جمعتها هكا بهذه الطريقه وغادي نعاود نسرحها. شفتوا هنايا درت هذوك الدوائر اللي هما كبار، شديت صفار بيضاء البنات طربتها وكان هي باش كنلصق ما بين الدائره الفوقانيه والتحتانيه، وكنعاود ندهن الوجه ديالهم باش كيجوني مذهبين. صافي كنبقى غادي هكا كندهن الوسط وكندهن الفوق حتى كنكمل، لان البيض هو اللي غيلصقهم لينا باش كيجيو ثابتين. صافي كنبقى غادي بهذه الطريقه حتى كنكمل. شفتوا تبارك الله الدائره اللي كبيره كتلقى كيبقى لك ليسباس الوسط فين غديري الحشوه، اما الدائره الصغيره كيبقاش لك بزاف، كتجي الحشوه عفوا كيجي العجين اكثر من الحشوه. لهذا اضطريت انني ندير هذوك كبارين احسن. صافي بهذه الطريقه. انا هنا الفران راهو مشعلاه، الفران راه سخون لواحد الدرجه ما تصوروش. غندخلوهم البنات الفران حتى
كيتنفخوا، كيتضاعف الحجم ديالهم. يعني ملي كيكون الفران سخون بزاف راه كيتضاعف الحجم ديالهم، ديك الزبده كتطلع وكيتورقوا. اما الا كان الفران بارد ودخلتيهم ما كيتورقوش، كيبقاو كما كنقولوا حنا كيبقاو بحالنا مدقصين، يعني ما كيتورقوش ليكم، ما كيطلعوش ليكم، ما كيجيوش بومبي عاليين. يعني الا بغيتوهم يجوكم عاليين والفوليم ديالهم طالع، جهدوا الفران. هذا راه سر من الاسرار ديال العجين المورق، سوا الحلو سوا المالح. جهدوا الفران حتى كيسخن، عاد دخلوهم. اين فوا كتدخلهم كيبانوا لكم طلعوا الضوب الحجم ديالهم، صافي كتنقصوا عليهم العافيه وكتخليهم كيطيبوا على عافيه مهيله باش كتدخلهم العافيه لداخل وكيتورقوا من الداخل، كيجيوكم مورقين ومقرملين البنات. سواء ديال الاختي كيف قلت لكم، اللي مختمره او ما مختمراش كاملين نفس الطاهي. هنا يخرجوا ليا من الفران، ها هما كما كتشوفوا راهم الطوب الحجم ديالهم ونتفخوا ليا تبارك الله. وجاو مقرمشين محمرين. هنا غنعمرهم. جاو رائعين بحشوه ديال الكفته. ودرت السائله ماشي سميتها واخ انا نعطيك الفرماج، تاخذ وهذا الكريمه السائله باش عمرتهم. كيجيو رائعين صراحه. الطريقه راها سهله ومبسطه، كيجيو رائعين. شوفوا هنا ولدي مسكين ما خذها صبرش. رسخونه شتي مسكين كيبغي ياخذها مسكين، ما صبروش عليهم حتى نحط لهم ياكلوا. تبارك الله، الله يحفظهم يا ربي. كما كتشوفوا نتوما تبارك الله كيجيو مذهبين، كيجيو مقرمشين، كيجيو رائعين بواحد الدرجه. هاد اللي كاش ما درتهمش بالعجين المورق، درتهم بالعجينه اخرى. ان شاء الله دابا نشاركها معكم. حتى هما كيجيو رائعين، ما كيتقلصوش نهائيا في الفران، كيتقلصش الحجم ديالهم، كيبقاو هما. يلا مع السلامه.